السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم ماتش الأهلي وغزل المحلة. الأهلي بيبدأ الشوط الأول بعنوان أنا ما روحتش الاستاد. الأهلي ما راحش الاستاد، وغزل المحلة هو اللي حضر. غزل المحلة عمل بصراحة شوط أول هايل، بلعيبة بتكتيك بمدرب بكل حاجة، قافلين كويس على الأهلي وعاملين ماتش فوق الممتاز، وتحركات وضغط وكل حاجة عاملينها فوق الشوطات على الحارس. وعايز أسأل قناة اون تايم، هو اون تايم لازم يدوا الاستحواذ للاهلي والزمالك وبيراميدز؟ يعني كفرقة كبيرة ما ينفعش يدوا الفرقة الصغيرة دي حقها؟ ما ينفعش ان نادي زي غزل المحلة ده لما يستحوذ يبقى الاستحواذ لصالحه فعلا؟ ولا هو احنا لازم نكتب 52 الاهلي، 87 الزمالك، 940 بيراميدز؟ الفرقة الصغيرة دي لازم تاخد حقها، ولا لازم تاخد اللي بتعمله بصراحة يعني. ونكمل معاكم. والاهلي غزل المحله بيعمل شوط اول طبعا جيد. الاهلي طبعا بيفقد الكره التانية ووسط الملعب ضايع منه خالص، في طريقة 3-4-3 في المباراة دي، لأن أنا في مباريات بتحتاج 3-4-3، في مباريات بتحتاج مني 4-3-3. فأنا بحب تنوع الخطط علشان كده، علشان أوجد لنفسي حلول، وان انا يبقى عندي الخامات اللي تعرف تغير لي الخطط دي وموجودين معايا في الملعب. الشوط الاول بينتهي 0-0، ولكن بسلبية من الاهلي في كل حاجة. الكرة التانية، الكرة دايما مع غزل المحلة الاستحواذ لصالحهم في رأيي الشخصي. في فعالية من غزل المحلة، مروان عطية بيتمسك. طبعا حسيت ان الاهلي مش عارف يطلع بالكرة من تحت، دايما مس باص في الكرة من تحت. محمد هاني بيعمل مس باص كتير في خروجه بالكرة، مع انه الراجل المفروض حريف كرة، بنقول عليه حريف كرة، باك يمين حريف، مش حد بيخاف في الباص فبيباص غلط. لا، الشحات برضو لسه ما كانش يعني منزلش الملعب زي ما بيقولوا. ونتمنى ان شاء الله الشوط التاني يكون احسن باذن الله. بطء من قفشه ونزول جراديشار لل لاستلام هو من نص الملعب، في حين ان المفروض ان صناع الالعاب هم بالنسبه لامام وقفشه ان هم اللي ينزلوا يستلموا وينزلوا يمشوا الكوره. ده مش موجود في الشوط الاول. السولية برضو مش حاسه في حالته الماتش دوت. وفي سلبيات كتيرة في الشوط الأول. الأهلي بينزل الشوط التاني بيصلح من أوضاعه، بيلعب ب4-3-3 وبيغير، ويبقى عنده مرونة تكتيكية بقى ان هو يغير من 3-4-3 ل4-3-3، ولان عنده الخامات اللي اتغير له وعنده الموجودين في الملعب من غير بدون اي تغييرات، وبيستحوذ بقى للاهلي وبيجي الماتش زي ما بيقولوا الشوط التاني. وبيحرز قفشه، بيحرز امام كورة الهدف الاول من فاول، مع قفشه، اسيست من قفشه او لمسه من قفشه، وهدف من امام عاشور الهدف الاول بيخلي الاهلي يمسك كورة بعد كده في المباراة. الاهلي بعد الهدف بيقول يا هادي، وهينزل الماتش وهيعمل حاجات كويسة وشغل كويس، يلاقي نفسه الدبيس بيورط العش ويطرد مصطفى العش عشان الاهلي يلعب ب10 لعيبة. طبعا الاهلي بعد كده بيعمل تغييرات، بينزل اكرم وكريم ندفت وكوكا ويعني بصراحة كولر بيسير المباراة علشان ما نحسش ان هو فعلا الاهلي بيلعب ب10 لعيبة. الاهلي بيلعب كامل ولكن مضغوط، يعني بيلعب ب10. مش ملاحظين، بس هو مضغوط شوية في الدقايق الأخيرة علشان
يسير المباراة طبعا علشان تخلص 1-0، وده يعني سير وأحداث اللقاء، لكن ما بتبقاش فيه هجمات خطرة على الأهلي علشان الأهلي يكسب 1-0 وينهي اللقاء وينتظر القادم إن شاء الله. وكولر بيعمل شوط تاني كويس، بينقذه من الشوط الأول اللي هو كان فيه ولا أسوأ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى إن شاء الله التحليل يكون عجبكم، وما تنساش لايك وشير لأخوك وحبيبك، ولو مش عامل لي فولو اعمل فولو علشان تشوف الجديد بتاعنا بإذن الله.